بيبدأ الفيلم مع كائن فضائي اسمه نول بيكون مسجون علشان شراني جدا، ومفتاح فك سجنه الوحيد عبارة عن مفتاح اسمه كودكس. عمل جيش كبير جدا من الكائنات الفضائية علشان تقدر تساعده في إيجاد المفتاح ده. والمفتاح أصلا عبارة عن كتلة مدورة مضيئة، بمجرد ما يحصل على المفتاح ده هيتفك سجنه فورا وينتقم من كل اللي سجنوه. وبيوعد الجنود بتوعه إن بمجرد ما الاقي المفتاح ده إن العالم كله هينتهي، وكل ما كان سبب في سجني أنا هأذيه. وبيوعد جنوده اللي هيلاقي المفتاح هيعيش حياة أبدية، مش هيموت خالص. في الكون كله كلهم بيتحمسوا يبدأوا إنهم يدوروا على المفتاح. وبنروح لإيدي وفينوم اللي عايش جواه، قاعد في بار في المكسيك بعد ما كان قبل كده انتقل لعالم سبايدر مان، بس رجع لزمنه الحالي دلوقتي وقاعد دلوقتي في المكسيك. بيكون سكران جدا ومش دريان بحاجة، وفينوم بيجبره على الشرب أكتر وأكتر، وبيلاحظ إنه مطلوب للعدالة. لما بيبص في التلفزيون علشان متهم في قتل الضابط ده، بيفكر هيهرب ازاي من المكان لانه كاره العيشة هناك اصلا. خلاص اتعرف هناك وكله بيدور عليه، ولو قعد هناك اكتر من كده هيتم القبض عليه فورا. بيبص بالصدفة بيلاقي تمثال اسمه الحرية واللي موجود في نيويورك، وجات له فكرة انه هيهرب على هناك عشان يعيش هناك هو وفينوم. وفينوم بيكون متحمس جدا انه يروح نيويورك علشان عاوز يشوف تمثال الحرية على الحقيقة. فبيمشي وبيرمي الحساب على البار، بس بنلاقي ان حتة من فينوم راحت مع العملة اللي هو رماها، وكده اصبح في خطورة كبيرة عليه جدا. وهو ماشي بيسمع صوت كلاب محبوسة، في صوت كلاب عمالة تزعق عالي. بيلاقي كلاب كتيرة جدا محبوسة في المكان ده، صحاب المكان بيستخدموهم في السباق وبيشرسوهم وبيحبسوهم وبيخلوهم جعانين طول الوقت علشان يبيعوهم بفلوس كتيرة، او لما يعملوا عليهم سباق يكون الشراسة اعلى والخطورة اعلى والفلوس تكون اعلى. بتيجي عصابة المكان ده، اتضح انهم اخطر عصابة في المنطقة هناك واخطر عصابة في المكسيك. وفينوم بيكلم ايدي ويقول له سيبني انا هاكلهم، وايدي بيرفض، مش عايز اي عنف، عايز يديهم فرصة اخيرة، بس هما اللي جابوا لنفسهم. بيبدأوا الضرب على ايدي وفينوم بس ما بيعرفوش. فينوم بيحمي ايدي بالقوة بتاعته وبيفتح قفص الكلاب ويسيبهم عليهم، والكلاب تيجي على العصابة كلها وبتمسكهم واحد واحد، وفينوم بيمسكهم الأربعة يعلقهم وياكل راسهم. وهو خارج موجود وراه الكائن الفضائي، وبيكون جندي من جنود نول اللي أطلق سراحهم علشان يدوروا على المفتاح. بيراقبه لما بيحس إن المفتاح معاه، لأن الكائن الفضائي ده لو شاف إيدي كهيئة بني آدم مش هيقدر يشوف المفتاح، لكن لو شاف فينوم بيقدر يحدد المفتاح جواه لأنه كائن فضائي زيه. والشرطة حددت مكان إيدي، والظابط كيلاند هو اللي هيتولى مهمة ايدي وهيتولى القبض عليه. كل ده ما يعرفوش ان في كائن تاني اسمه فينوم عايش جوه ايدي. الظابط بيروح المكان، بيروح عند البار علشان يعاين هناك، بيلاقي العملة اللي فينوم حاسب بيها وقطعة من جسم فينوم، بياخدها علشان يحللها ويعرف هي ايدي وجاية منين وايه مصدرها. بياخد العينة ويروح بيها مكان اسمه منطقة 51 معمل اختبارات، وبيكون المعمل ده تبع استطلاع الفضاء، بيعملوا عليه ابحاث وتجارب، واي حاجة جاية من الفضاء او اي كائنات جاية من الفضاء بتحصل داخل المعمل ده. وبيكون كبير جدا، وبيكون فاضل 3 ايام وهيتم اغلاق المعمل ده. الدكتورة بتيجي تاخد العينة منه علشان يبدأوا يعرفوا ايه ده، وبيكونوا حابسين الضابط اللي المفروض ايدي متهم في قتله، بس طلع عايش، بس حصل له حاجات غريبة وبقى جواه كائن هو كمان زيه زي فينوم بالظبط، ومسيطر عليه وملازمه في كل مكان. وبيكون تبع نول. ايدي بيدور على طريقة للهروب علشان خلاص اصبح في خطر، وفينوم بيقول له عندي فكرة كويسة. بياخده ويلزقه في طيارة متجهة لنيويورك. بيقول له أنا مش قادر أستحمل الهواء. فينوم بيظهر بقوته الكاملة وجسمه الكامل عشان يقدر يحميه، بس الكائن الفضائي اللي جه تبع نول علشان المفتاح بيهاجم إيدي وفينوم. بعد ما فينوم حول شكله الكامل، الكائن الفضائي قدر يتعرف على المفتاح اللي جواه وعرف يحدد مكانه، وبيكتشف إن المفتاح موجود في ظهر إيدي وفينوم. بيهاجم إيدي وفينوم، بس فينوم بيتعامل مع الموقف ويقدر يهزمه ويرميه محرك الطيارة ويتفرم فيها. وكده مفكر انه خلاص خلص منه، ما قدامهمش طريقة غير انهم ينطوا من الطيارة بعد ما اتعرفوا، لان لو وصلوا المطار هيتمسكوا فورا. فينوم بيرمي ايديه وينزل في الجو. في اللحظات الاخيرة فينوم بيعمل نفسه باراشوت وينزلوا هما الاتنين بامان، ويرجع يخش جسمه من تاني. وايدي بيسأل فينوم مين ده وحصل كده ليه وجاي منين الراجل ده وجاي منين وليه شكله غريب كده. فينوم بيقول له ان احنا جوانا مفتاح تحرير نول من السجن، احنا الوحيدين اللي معانا قوة المفتاح دي، موجودة في العمود الفقري الايدي، والاتنين مرتبطين ببعض. فينوم وايدي لو واحد فيهم مات المفتاح هيختفي تماما، لو ايدي وفينوم عايشين المفتاح هيبقى في امان.
لو حد منهم مات المفتاح هيموت وهيختفي ونول مش هيتحرر. ايدي بيقول لفينوم هو ازاي عارف ان المفتاح معانا. فينوم بيقول له ان انا لما بتحول في شكل الكامل بيقدر انه يشوفني ويشوف المفتاح جوايا. اي فضائي يقدر يشوفني لكن اي بني ادم ما يقدرش يشوفني. في عيله موجوده على الطريق وهي ماشيه بيلاقوا اثار الجند الفضائي بتاع نول متقطع حتت وباقي الحتت بتقع عليهم من السماء. العيله مش بتهتم وبتمشي بيفكروهم شويه طوب وخلاص. والعيله بتكون مهووسه بالفضائيين ونفسهم يشوفوا اي فضائي وهم دلوقتي في طريقهم لمعمل علشان عندهم امل انهم يشوفوا اي جندي من جنود الفضاء. بس الجندي عرف يجمع نفسه تاني من جديد كأن مفيش حاجه حصلت له ومفيش اي قوه بتأثر فيه. الضابط والدكتوره بيتفرجوا على المخلوقات اللي من فصيله فينوم نفس الشكل تقريبا بس كل واحد له صفات مخصصه ليه. بتاخد كل الصفات الواحده ولكن الاشكال مختلفه. المخلوقات دي بتيجي اما من نيازك جايه من الفضاء او تجارب او ابحاث علميه بتتعمل وبنوصل ليها. والمساعد جاله قال له حددنا مكان ايدي فبيرد يقول له جهز قوه علشان هنروح هناك فورا. ايدي وهو ماشي الى حصان في طريقه بس برضه السرعه مش هتبقى احسن حاجه. محتاج اي حاجه عشان يقدر يجري بسرعه بيها والمسافه هتكون طويله جدا. فينوم قال له روح عنده ومالكش دعوه. بيروح للحصان وفينوم لبسه وبقى شكل الحصان بالكامل وبيجري بسرعة خيالية لدرجة ان ايدي بيطير حرفيا. بيقف عند بحيرة علشان يشرب بيلاقي طيارة الضابط جت هي والقوة بتاعته بيضربوا عليهم نار وايدي بيقع في المية وفينوم وراه. وجندي مسك ايدي علشان يقبض عليه شد خرطوم التنفس وهرب منه فبيمسكوا جندي تاني وبيطلع مسدس علشان يضربه وايدي بيدافع عن نفسه بس بيقتله عن طريق الغلط. وفينوم اترمى عليه شبكة علشان يقدروا يسيطروا عليه بس بيتحول لسمكة وياكل سمكة تانية اكبر شوية علشان يقدر يكبر حجمه. وبيطلع فوق المية وبيلاقي ضفدع يخش فيه ويتحول لشكله. بيلاقي ايدي في خطر بيجري عليه ويتحول لشكله بالكامل والقوات حصرت فينوم وبيحاولوا يوقعوه. الفضائي بيحس بالمفتاح وراح عنده لما لقى ان فينوم اتحول في الشكل الكامل وبيهاجم الجنود. فرصة ايدي وفينوم انهم يهربوا من المكان حالا. الفضائي بدأ يحول بقه مفرمة حرفيا. كل الجنود مخلاش ليهم أثر تماما والضابط مصدوم من حجم الكائن ده. هو عامل كده ليه وانه شغال بقاله كتير في معمل كائنات فضائية بس أول مرة يشوف الكائن ده. بيروح عند الدكتورة والضابط اللي محبوس وبتحول لشكل تاني خالص للقوة الحقيقية اللي جات له اللي شبه فينوم. بيقول له المفتاح اللي مع فينوم وايدي لو حد منهم مات المفتاح هيموت ويختفي. لو الاتنين لسه عايشين فالمفتاح لسه في امان وده السبيل الوحيد لنول انه يلاقي المفتاح. لو لسه عايشين نول هيوصل للمفتاح ويفك سجنه. الضابط بيقول له هما لسه عايشين وهرب من الجنود بس جه فضائي غريب هاجمهم. بيرد يقول له ده جندي فضائي من جنود نول جاي ياخد المفتاح علشان يروح يحرره. كده ايدي وفينوم اصبحوا مطاردين من كله الحكومه وجنود نول. ولو نول خد المفتاح العالم كله هيبقى في خطر. لو عايزين تتخلصوا من شر نول اقتلوا واحد فيهم اما ايدي او فينوم. لازم واحد فيهم يموت علشان نول يختفي تماما والمفتاح يختفي. ايدي وهو ماشي بيلاقي العيله اللي الجندي الفضائي وقع عليهم في الطريق. بيروح ليهم وبيرحبوا بيه وبيجيبوا له اكل بس الاكل ده فينوم مش بيحبه فراح رميه. بيقعد يحكي قد ايه هو بيحب الفضاء والفضائيين ونفسه يشوف كائن فضائي على الحقيقه وهو ده السبب اللي جابه هنا. كل ده ما يعرفش ان ايدي اصلا جواه واحد منهم. وايدي بيتحكم لفينوم ويقول له ما تخرجش دلوقتي. يمشوا من المكان ويوصلوا للمدينه ويساعده ويديله فلوس كمان. الحكومه قدرت تتعرف على وش ايدي ورصدت الكاميرات وقدرت تحدد مكانه. بيبص بيلاقي انه مش تمثال ده بني ادم متنكر وده لان فينوم نفسه يشوف التمثال بتاع الحريه بجد وعايز يروح لنيويورك. بس هما المكان اللي هم فيه بينه وبين نيويورك عايز فلوس كتير والفلوس اللي الراجل اداها لهم مش هتكفي يروحوا هناك. بيخليه يلعب قمار علشان يضاعف الفلوس دي. فبيجي يخش الحارس بيطرده عشان لبسه وشكله مش احسن حاجه وفينوم بيتضايق وبيضرب الحارس وبيلاحظ ان في واحد هناك واقف ومعاه بدله. ضربه وخد البدله منه. الحارس بيخليه يخش بيقعد علشان يكسب. فينوم بيحمسه اكتر قال له حط كل الفلوس اللي الراجل اداها لك. ومجرد ما حطها خسر. وهو قايم بيلاقي واحده اسمها شين صاحبه الماركت اللي عارفاه من الجزء الثاني. يقول له انا حاجزه اوضه هنا هنطلع فيها. ولما بيطلعوا بتقول له عايزه ارقص مع فينوم الرقصه الاخيره بس بيبقى خايف علشان لو فينوم اتحول بالشكل الكامل هيترصد مكانه من الفضائي المفتاح هيكشف مكانه. فينوم نفسه يرقص الرقصه الاخيره يقوم متحول بالشكل الكامل بيرقص معاها والاتنين بيكونوا فرحانين جدا. بس الفضائي حس بقوه المفتاح وعرف مكانهم وقدر يحددهم وراح ناحيتهم. وصل للمدينه ودخل الاوضه عليهم. فينوم بيرجع للشكل ايد الطبيعي. المفتاح اختفى وطالما المفتاح اختفى الفضائي مش قادر يحدد مين اللي قدامه وحصل له تشويش وسابهم ومشي. بس القوات الخاصه جت وضربت ايدي وفينوم اتفصل عنه وخدوا فينوم وحطوه في الانبوبه بتاعه الاختبار. فبياخدوهم هما الاتنين علشان يودوهم المحطه.
والفضائي بيلاحظ ويحس ان المفتاح في الطيارة وراح وراهم ودخل المحطة معاهم من غير ما حد يشوفهم تماما. العيلة وصلت المحطة وبيخشوا جوه من غير ما حد ياخد بالهم على امل انهم يلاقوا اي فضائي جوه يشوفوه على الحقيقة. الدكاترة حبست فينوم وواقفين قدامه بيلاحظوا انه مختلف تماما عن باقي الفصيلة اللي موجودة عندهم. ايدي بيفوق وبيلاقي قدامه الضابط اللي اتهموه في قتله لسه عايش، وبيتصدم اكتر لما بيتحول للكائن وبقى زيه زي فينوم، وبيقول له احمي المفتاح علشان نول لو خد المفتاح الدنيا هتتدمر، المحطة مليانة فصيلات شبهنا لو حصل اي معركة هيساعدوه. الدكاترة بيجوا عند ايدي والقوات وراه عايزين ياخدوه علشان يموتوه علشان يخلصوا من المفتاح، وكل ده ما خدوش بالهم ان الفضائي اللي نول بعته موجود في قلب المحطة، ولو حس ان المفتاح في خطر هيقلب الدنيا. لسه بيضربوا بالنار بنلاقي ان فينوم دخل في جسم الدكتورة، وقبل ما يموت بلحظة راح داخل جسم ايدي من جديد وخرج الرصاصة منه وعاش من جديد. فينوم لما اتحول الكائن حس بالمفتاح وجالهم كلهم، ده بيتخرج علشان يساعد فينوم بس الفضائي بياكله وبيهاجم فينوم، وفينوم بيقول للكل خرجوا كل الكائنات اللي هنا علشان تساعدني في المعركة. بيرجع لايدي تاني علشان يشتت انتباه الفضائي عقبال ما الكائنات تخرج، وفعلا كلهم خرجوا وكل واحد فيهم دخل في جسم دكتور شاك وبقوا متحدين مع بعض بيهاجموه، بس مفيش حاجة بتأثر فيه نهائي. الدكتورة بتتحول لأقوى كائن فيهم وتروح تهاجمه بس برضه مفيش أي حاجة بتأثر فيه، كلهم خرجوا بره والكل اتحد مع بعض ضد الفضائي علشان يحموا ايدي والمفتاح. والعيلة بتتفرج على اللي حصل وأمنيتهم اتحققت إنهم لقوا فضائيين أخيرا. ده ايدي بيجري يهرب والعيلة بتنادي عليه وبيلاقوه في فضائي، وفينوم خرج لهم وبيعرفهم على نفسه وبيقول لهم ما تخافوش مش كل الكائنات الفضائية شريرة، وبيسلم على الطفل الصغير. الضابط ضرب صاروخ على الفضائي والمكان كله اتدمر، والبرج اللي فيه العيلة وإيدي وقع، وعلشان ينقذهم فينوم اتحول لأجنحة وقدر إنه يلحقهم، والكائن قدر يجمع نفسه من جديد ولا أي حاجة مأثرة فيه. بيبعت لنول موجات صوتية، والموجات الصوتية دي معناها دعم، كده بيطلب دعم من نول، والكائنات كلها خافت من التردد وهربت من اجسامهم. وفينوم لسه هيخرج من ايدي فمسكه لانه خايف من التردد، ونول سمع النداء وبعت له دعم بكائن فضائي تاني، بس الدكتوره بترجع الكائن تاني وتخش مع الفضائي الاول، والطياره بتخش مع الفضائي التاني. بيحاولوا انهم يخرجوا العيله من المكان بس ايدي بتحول لفينوم عشان يسيبوهم ويجروا وراه. بياخدهم عند المكان اللي فيه الوقود يجمعهم هناك ويضربوا عليهم ويولعوا فيهم، بس واحد منهم مفيش حاجه بتاثر فيه، خرج ودمر الطياره كلها. والظابط جه يضرب عليه نار، الفضائي ضربه، والفضائي طلب دعم تاني من نول بعت له جنود اكتر. المره دي فينوم بيكلم ايدي يقول له انت شجاع، انت مش فاشل زي ما كنت بتقول زمان، بس انت دلوقتي اقوى وتصرفاتك بقت شجاعه. وايدي بيقول له هنخلص المعركه دي وهنروح لتمثال الحريه ليا مكان نفسك، بس فينوم خلاص بيقول له دي المعركة الأخيرة يا إيدي، لازم حد فينا يموت علشان خاطر نول ما يجيش خراب على الكل، اتفك سجنه العالم هيصبح في خطر. فينوم بيقوم يحول نفسه ويخش جوه الكائنات يجمعهم حوالين نقطة هناك وخرج إيدي منه، انفصلوا عن بعض، والظابط بيرمي عليهم مادة قابلة للاشتعال. وفينوم بيقول لإيدي مش هنساه، انت كمان ما تنسانيش. وفينوم يجيب حاجة تحمي إيدي من المادة اللي هتخلص على الكائنات دي، فالمادة بتنزل عليهم والظابط بيولع في المكان كله، بس المكان كله بينفجر. وبكده يكون انتهى القصة الأعظم وانفصل إيدي عن فينوم وانتهى شر نول وجنوده للأبد، وإيدي رجع لحياته بس بيبقى زعلان إن فينوم مش موجود فيها لأنه خلاص كان اتعود عليه. وفجأة بنلاقي نول لسه ما ماتش، معنى كده إن فينوم لسه موجود حتة منه والمفتاح موجود لسه. وبكده يكون انتهى الفيلم النهاردة. يا ريت لو عجبك تدعمنا بلايك واشتراك في القناة.